بسم الله توكلنا على الله، وان شاء الله النهارده هنعمل طاقية السلطان. وانا عملتها عمة، يعني هي طلعت معايا عمة السلطان، ولكن في الحالتين الغرض واحد، الطعم واحد، الشكل زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما بيختلفش عليه اتنين. على بركة الله نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. ونقول بسم الله ونشوف طريقتنا ومقاديرنا السهلة جدا البسيطة جدا جدا ان شاء الله من غير اي تكاليف. كمان لو انت مش بتحبي البيض او عندك حساسية من البيض او الحليب هنعملها من غيرهم تماما، وهتطلع بنفس الطعم والشكل والريحة الحلوة بأمر الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البولة كده وهنزل بمعلقتين من الخميرة الفورية، وعليهم هنزل ب6 معالق كبيرة مليانة من السكر. طب ليه أنا زودت السكر؟ لأن العجينة لو ما طلعتش معاكي مسكرة هتطلع يعني شبيهة شوية بالتوست اللي هو العيش العادي. فأنا سكرت العجينة عشان تحس بطعمها أكتر. هنزل هنا بكوبايتين من المية الدافية، وعليهم هنزل بمعلقتين كبار من الحليب البودرة. ممكن تستغني عن الحليب البودرة لو مش حباه، أو لو هتعمليها صيامي ما تحطيش الحليب. وبعد كده هنزل هنا بالدقيق بتاعي جميع الأغراض، وكمان هنزل بكيس من البيكنج باودر عشان يساعد الخميرة. كمان البيكنج باودر بيخلي العجينة معاكي هشة جدا ان شاء الله. هعجن الكلام ده كله مع بعضه، وبعدين هنزل بمعلقتين كبار مليانين من الزبدة. هلم بيهم العجين بس مش اكتر. طب ما عنديش زبدة هستخدمهم بنص كوباية زيت، ما عنديش زيت احط نص كوباية سمنة او نص كوباية زيت على سمنة. المادة الدهنية العبي فيها زي ما انت عايزة وبراحتك. لمينا العجينة ما شاء الله زي ما انت شايفة كده لينة وطرية معايا. انا مش عايزاها يابسة، انا عايزاها تكون ملزقة شوية حلوين زي ما انت شايفة بالشكل ده. ليه؟ علشان هبدأ اضيف الكاكاو في جزء، والجزء التاني هكمل فيه معلقة كمان من الدقيق. هقسمها نصين، واول جزء انا خدته حطيت عليه معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام الغير محلى. عندك الكاكاو العادي اللي احنا بنشربه مفيش مشكلة، يعني مش هتأثر. وهبدأ بقى اخد العجينة واخدمها كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين، اعجنها كويس قوي كده. وهاخد العجينة بتاعتي التانية اللي هي البيضة، وبرضو هديها برضو عجنتين 3 كده عشان انشط الجلوتين فيها. كده كورتهم الاتنين، ودلوقتي بقى هحط كل واحدة في طبق وهسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. وعلشان الجو برد ومش بالسهل ان هي تخمر بسرعة، انا يعني سخنت الفرن ودفيته كده وطفيت عليه ودخلتها جواه وسبتها. على ما تخمر بقى نعمل مع بعض صوص الشوكولاتة بديل النوتيلا. في طاسة كده حطيت كوباية من المية، عليها معلقتين كبار من الكاكاو زي ما انتوا شايفين، وكمان عليها 3 معالق من النشا، 3 معالق من السكر، رشة ملح، رشة فانيليا، وكمان معلقة كبيرة مليانة من الكوفي ميكس أو أي كيس بديل النسكافيه موجود عندك. دوبت كده على البارد بالشكل ده على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما تبقبق معايا، تبقى معايا شبه المهلبية كده. هسيبها تبرد تماما على ما نكمل فرد العجينة. جبت كده العجينة بتاعتي بعد ما شاء الله ما خمرت زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نفردها بالشكل ده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب العجينة البيضة ونبدأ نفردها على شكل مستطيل على قد ما نقدر، نخليها كلها متساوية مش حاجة منها متقطعة. ونقول بسم الله بالمردنة بالنشابة بإزازة حتى تكون طويلة. المهم نفرد العجينة على قد ما نقدر ونخليها على شكل مستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين نرجع نفرد العجينة اللي احنا عاملينها بالكاكاو برضو بنفس الطريقة كده. هفردها على شكل مستطيل على قد ما اقدر. اخلي العجينتين التقسيمة بتاعتهم على قد بعض بالظبط، عشان لما اجي احطهم يكونوا نفس المقاس، ما تكونش حاجة طويلة وحاجة قصيرة. نجيب كده بقى العجينتين بسم الله الرحمن الرحيم. ادي العجينة البيضة الاول حطيناها، وبعدين جبنا اللي هي بالكاكاو وفردناها، وحاولنا نظبط المقاس بالظبط يكونوا الاتنين قد بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي الوقت ده ممكن كمان تزودي او تجودي من عندك انت بين الطبقتين، تحطي مسحة زبدة، رشة سكر، رشة قرفة، ده لو تحبي. انا عملتها سادة وطعمها حلو جدا ان شاء الله. بعد ما ظبطت العجينة كده وسويتها هنجيب صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض، او لو مش عندك نوتيلا حطي، عندك دانت حطي. انا عملت معاكم بديل النوتيلا بابسط طريقة واقتصادية جدا ما شاء الله. فردتها زي ما انتوا شايفين، ومعايا هنا شوكولاتة سادة قطع طعمها حلو. انا ان شاء الله بستخدم اللي هي سما دي، حلوة جدا. واي نوع تاني بقى انت بتفضليه ابشريه او قطعي حتت صغيرة كده ورشي منه زي ما احنا عملنا بالظبط. ابدأي بقى بسم الله
قفلي على الحشوة دي كويس قوي قوي من الجناب الأول، وبعدين ابدأي قفلي زي ما انت شايفة كده. واعمليها رول، وتعالي بقى على تلت العجينة، وبالسكينة قطعيها شرايط رفيعة، مش رفيعة قوي، تكون يعني شكلها كويس، بحيث ان انت لما تيجي تبرميها تديكي شكل كويس. تمام. وبعد ما هنقطعها كلها بالشكل ده، طبعا الموضوع مش محتاج شرح، هتقولي بسم الله وتبدأي تمسكي صابع صابع وتلفيه كده حلزوني زي ما انت شايفه، ما شاء الله شكله حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان العجينه هشه وطعمها حلو قوي وبسيطه واقتصاديه. حابه تضيفي بيض للوصفه الاصليه فيها بيض براحتك. انا بصراحه ما حطيتش بيض وطالعه معايا نتيجتها رائعه، يعني فوق ما تتخيلوا ما شاء الله. بعد ما كملنا لف بقية الأصابع اللي احنا قطعناها بتاعة العجينة كده، نقول بسم الله ونبدأ نكمل اللفة بتاعتنا. قفلناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صينية بقى مقاس 24، دي الوحيدة اللي متوفرة عندي، مقاس 24. رحت جاية دهناها ببسيط من الزيت، وبعدين بدأت أحط فيها العجينة زي ما انتوا شايفين كده، شكلها حلو جدا جدا. هبدأ بقى أغطي عليها وأسيبها برضو في الفرن حوالي نص ساعة علشان تخمر. طبعا الفرن لازم يكون دافي، تسخنيه وتطفي عليه وتدخليها جواه طبعا عشان الجو برد قوي قوي، وتسيبيها لحد ما تخمر تماما. بعد ما خمرت بقى بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ادهن وشها. يا اما تدهني بالبيض او تدهني باللبن. انا هنا دهنت بايه؟ معلقه كبيره مليانه من المربى، دوبتها في معلقتين من الميه، عليها نص معلقه من النسكافيه البلاك، وعليها رشة فانيليا، وقلبتهم مع بعض كويس جدا، وبدأت أدهن بيها الوش زي ما انتوا شايفين كده. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، طبعا الفرن مسخن مسبقا. ليه على درجة حرارة 200؟ عشان تستوي معايا بسرعة وما تنشفش، لأنها أنا عايزاها هشة زي ما هي كده. دخلت على درجة حرارة 200 بتاخد حوالي تلت ساعة ربع ساعة. راقبيها انتي وخدي بالك منها، لأن كل فرن بيختلف عن التاني. تمام. أول ما بتخرج بقى من الفرن برجع أدهنها بنفس الدهان اللي أنا دهنته بيها قبل كده، اللي هي المربى والنسكافيه والفانيليا وشوية المية. بعد ما بدهنها كده بغطيها واسيبها نص ساعة علشان خاطر الرطوبة بتاعتها تحتفظ بيها وتبقى طرية معايا وما تنشفش. بصوا ما شاء الله بتخرج بمنتهى السهولة، تحسوا ان هي كيكة يا جماعة، ما شاء الله حلوة جدا جدا جدا، طعمها في منتهى الجمال. طبعا مش هقدر اوصف جمالها ولا هتعرفوا انا بقول ايه غير لما تجربوها بنفسكم. ابدأي بقى قطعي منها كده. شوفي بقى صوص الشوكولاتة اللي احنا عاملينه اقتصادي جدا، شكله حلو قوي ما شاء الله، وطعمه بجد روعة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش وقتها تدعوا لنا دعوة حلوة بظهر الغيب، ولكم بالمثل ان شاء الله. بصوا الشكل، كوباية نسكافيه، كوباية شاي، كوباية شاي بلبن، تاكلوها لوحدها كده بجد. بريوش بسيط وسهل وسريع واقتصادي في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشوفوا قد ايه هشة. بصوا الصوص اللي احنا عاملينه مع بعض تحفة. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونختم بالباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.